هلا غلا، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى فيديو طلبتوه مني وكلنا بنحب نتفرج على الفيديوهات اللي من النوع ده، وهي مشتريات العشوائيه والحاجات الكيوت اللي انا جبتها اللي بتخليني ابقى مبسوطه كده وسعيده. اول حاجه جبتها طبعا نون. انا يعني ما ينفعش يعدي عليا شهر من غير ما اشتري من نون. بالنسبه لي نون ابلكيشن مريح جدا جدا لان الحاجه بتوصل لي حرفيا في يومين. جبت شويه حاجات كيوت الشهر ده. اول حاجه جبتها هو السكراب ده بتاع تيلوفيل، هو بريحة ميلك اند هاني. متحمسة جدا جدا اجربه، الريحة دي لسه جديدة في تيرفل، لو حد جربه يقولي. دي حاجة جبتها الهير ميست ده بتاع ذا باث لاند، الريحة دي اسمها تاتش اوف جولد، ودي دي دايما سولد اوت في نون وفي كل حتة، بس اول ما لقيتها جبتها. وده بيبقى شكلها ريحته تجنن يا جماعة، ريحته حلوة قوي قوي قوي، مش عارفة اوصفها، ريحته حلوة جدا جدا وبيقعد على الشعر وهو تحسوه كأنه هير كريم كده، مش بودي ميست خالص، يعني قوامه تقيل كده وبيرطب الشعر مش بينشف الشعر زي الحاجات التانية اللي استخدمتها كهير ميست. جبت كمان الغسول بتاع ديرما اكتيف اللاين بتاع اكتي وايت عشان ابقى كملت المجموعة كلها بقى واستخدمها مع بعض. انا كان عندي من الفيديو اللي فات الكريم والكريم العين والبادي ميلك، قلت اجيب عليهم الغسول عشان اكمل المجموعة. جبت برفيوم، ما ينفعش اعدي طلبية من غير برفيوم. جبت البرفيوم ده من ايفون، هو معروف قوي من زمان، اسمه انكانديسيس، اتمنى اكون نطقتها صح. العطر ده معروف قوي، ريحته حلوه قوي، بس انا مش عارفه اوصف ريحته. يعني هي ريحته بتجمع بين ان هو سيترسي او في حمضيات، وبين ان هو فريش. وانا شخص مش بيحب الحاجه الحمضيه قوي، ولكن هو فريش بطريقه ناعمه، يعني بطريقه ما تزعجنيش. اللي عجبني فيه ان هو ثباته حلو قوي قوي، وانا يا جماعه عندي مشكله في ثبات العطور عليا، جربت كل حاجه ممكن تتخيلوها، بس انا طبيعه جسمي كده بتطير ريحه العطر بسرعه. الغريب في ده ان هو بيقعد في اللبس كتير جدا جدا، يعني انا حرفيا كنت رشاه على طرحه وقعد فيها لتاني يوم حرفيا. فالعطر ده سعره حلو قوي، يعني ما يعديش 700 جنيه. فاعتقد لو انتي عروسه ممكن تلاقي حاجات حلوه قوي في ايفون. وبيعملوا عروض حلوه، مش شرط تجيبي من نون، انا بوريكي منتجات انتي ممكن تجيبي من البراندات نفسها. من اخر العنقود، طبعا اللي عارفني عارف قد ايه انا بحب المجات. مؤخرا بقى بحب المجات السيرمال قوي قوي قوي، او المجات اللي ستانلس من جوه، خصوصا في الشتاء. بستخدمهم في البيت وبستخدمهم في الخروج عادي، مش شرط في الخروج، لا بستخدمهم في البيت. علشان ايه بقى؟ علشان الحاجه بتفضل سخنه فيه فتره طويله. انا من النوع اللي ممكن امسك المج في ايدي ساعه كده، الحاجه بتبرد في ثانيه الا ثانيه في الشتاء. فالحاجات دي بقيت بحبها قوي، بحب اشرب فيها المشروبات الدافيه الشتويه، مثلا زي الكركديه، اليانسون، المشروبات الدافيه يعني النعناع، الحاجات اللي زي كده. مش بحب قوي فيه اي حاجه فيها لبن، ومش بحب قوي فيه طعم الشاي لوحده كده، مش بحبه، بحس ان السلس بيديله طعم صودا كده، مش بحبه. ولكن بحب فيه المشروبات التانية. ده كان من اخر العنقود، شكله كيوت قوي قوي. مشكله المجات اللي هي بتبقى ستانلس كده دي، او السيرمال، الحاجات الحراريه دي، ان هي شكلها مش كيوت قوي، يعني ابيض اسود، ما فيش الحاجات الكتكوته دي. فلما شفت اللون ده حسيت ان هو يعني ات جيرل قوي، فاللي هو ايه، بحاول ابقى كيوت كده يا جماعه، بحاول. فاللي هو حسيت ان هو ات جيرل قوي، حاجه كيوت كده ولونه حلو وحجمه حلو، هاندي كده، مش كبير قوي قوي يوجع ايدي وانا ماسكاه، وهيدفيني بقى في الشتاء. ف يعني انا بقبل الهدايا على فكره. كمان دلعت نفسي بمج برضو من اخر العنقود، دلعت نفسي، ما اقدرش اشوف مجات وما اشتريه، ما بقدرش اقاوم الجمال والحلاوه، ما شاء الله، تحفه تحفه فنيه تحفه. بصي تحسي نفسك بونبونايه فراولايه، جميل قوي. ودي كده كانت مشترياتي من اخر العنقود. جبت حاجات برضو من لوفال، تعالوا اوريها لكم سريعا. فاكرين الفيديو اللي هو كان اشهر 3 براندات طرح انا جربتها، وكنت جربت منهم قبل كده الطرح بتاعت الشاربيستا، وقلت لكم احلى حاجه عجبتني في الشاربيستا ان هم عاملين البندانه شبه الطرحه. انا لقيت نفس الاختراع في لوفال، وسعره كان 180 جنيه، فهو سعره تقريبا يعني مش النص، اقل كمان. عندهم بتبقى البندانه، بس البندانه بتاعت لوفال مقفوله، وبيبقى معاها الطرحه بتاعتها. نوع الطرحه اللي هو اللي احنا بنسميه جل يا جماعه زمان، اللي هو النوع ده، مش عارفه اقول اسمه ايه بقى، اللي هو النوع اللي هو ده نسيت اسمه، بس عامه انا وجيلي بنقول عليه جل يعني.
قطن ليكرا اعتقد اسمه كده، مش هينفع خالص على الطرحه اللي انا لابساها دي، بس اللي هي الطرحه اللي هي مش محتاجه مكوى، مش محتاجه دبابيس، مش محتاجه اي حاجه في الحياه بجد. طرحه عمليه جدا وشكلها حلو. طبعا انا كنت محتاجه اللون الاسود، لان انا ما دايما محتاجه اللون الاسود. يعني انا عندي 20 طرحه لون اسود، بس انا عايزه اجيب طرحه لونها اسود. ايه المشكله؟ كمان جبت من عندهم المكوى بتاعه الطرح الصغنونه دي، كان نفسي فيها من زمان، وكل شويه اقول لا مش محتاجاها، طب هجيبها مش هجيبها. بس اكتشفت ان هي بتبقى يعني عمليه قوي في السفر، او لو هسافر، والطرح الجميله الموديل اللي زي دي اللي بتحتاجي ان انتي تكويها تفضلي ماشيه بالمكوى كده، فقلت دي حجمها حلو للسفر بدل ما اخد مكوى. يعني هي زيها زي اي سترينر عاديه بتاعه شعر، بس انا قلت اجيب الحجم الصغير ده. هي مش غاليه ولا حاجه، هي ب120 جنيه. ما اعتقدش ان هي هتبقى قويه قوي، يعني مش حاطه عليها اكسبكتيشنز عاليه، بس قلت ان انا اجربها، ليه لا يعني. كمان جبت لنفسي شال. حاضر ماشي هقول سعره. شال ب580 عشان ما انساش. الحمد لله يعني لقيت فاتوره مع الحاجه. جبت لنفسي الشال ده، هو لونه جديد جدا جدا عليا، هيبقى حلو قوي لو انا لابسه حاجه اسود او ابيض. لونه حلو قوي، واللي عجبني فيه بجد ان هو خفيف قوي قوي، وفي نفس الوقت قادر يدفيكي. وفيه كده من هنا يعني شرايط كده، ومن النوع اللي هو مش بيوبر. عارفين الشالات اللي هي ظهرت السنه اللي فاتت او اللي قبلها او من كام سنه كده، وكانت بتوبر على الهدوم، خصوصا لو انتي لابسه حاجه ميلتو من تحت، اللي هو كانك في قطه كانت بتجري على هدومك. ده من النوع اللي هو مش بيوبر، قماشته مختلفه شويه، مش عارفه هتحسوا بالقماشه وانا بقربها لكم كده ولا لا. نازله بقى الشتا دي ترند الشالات اللي هي تبقى منقوشه منقوشه جامد، تبقي لابسه انتي حاجه ساده والشال عليكي منقوش، بيدي كده ستيتمنت بيس، او بيبقى ليه شكل كده معين حلو. فقلت اجيب اللون ده بما اني بحب الابيض والاسود. كمان جبت من اللبس، جبت كوت كده طويل لونه برجندي او نبيتي، يعني لو انتي اولد سكول زيي لونه نبيتي. لو حابه تشوفيه وتشوفي ازاي نسقته، ادخلي عندي على الانستجرام، انا هناك بحط بقى تنسيقات اللبس والحاجات الكيوت دي. فانا حابه تشوفي الكوت اللي انا جبته في الشتا دي وازاي نسقته على اللبس، شوفيه على الانستجرام. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون كان خفيف على قلوبكم واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. شكرا انتوا سمعتوا الفيديو لحد دي. كان معاكم آية سليمان، شكرا ليكم، سلام عليكم.